فضل هذا الشهر على شهور السنة والعام، وأنزل فيه القرآن أحسن الحديث وأطيب الكلام، وجعله رحمة لأهل الطاعة والقيام ومغفرة لأهل الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الباقي شريعته إلى يوم القيامة. وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد صاحب الحوض والمقام، وعلى آله وأصحابه المتقين البررة الكرام. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب الآثام، والملازمة على الجمعة والجماعة، فإنها من أعظم شعار الإسلام. واعمروا مساجدكم بيوت الله بإقامة الجمعة والجماعة مع الإمام على الدوام. واعلموا أن شهركم هذا شهر الصيام، شهر كتب الله صيامه على جميع أهل الإسلام، فصوموا أيامه بالتسابيح كما أمر به العلام، وقوموا لياليه بالتراويح كما فعل سيد الأنام. واجتهدوا رحمكم الله تعالى على الإفطار بأطيب الطعام، ولا تفسدوا صيامكم بالكذب والغيبة وأكل الحرام. اللهم صل على محمد صاحب الحوض والكوثر والمقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. أجارني الله تعالى وإياكم من العذاب الأليم، وغفر لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. آمين أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله تعالى، فاتقوه وأطيعوه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب كلهم عامة آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.